يا ترى ايه اللي ممكن يخلي شخص ياخد حاجة او يسرقها حتى لو مش محتاجها، او ما يعرف بيه الكلابتومانيا؟ وهل ده شكل من اشكال الادمان؟ ولو فعلا هو ادمان، ايه اسبابه وازاي احنا نقدر نعالجه؟ ده اللي هكلمك عنه بالتفصيل في الفيديو ده، فخليك معايا ويلا بينا نبدأ. اولا تعالى نعرف يعني ايه كلابتومانيا. ممكن حد دلوقتي يسألني سؤال ويقول لي طب يا نادر، انت ليه قلعت النضاره؟ اقول له ركز في الموضوع كويس وخلينا في اللي احنا بنتكلم فيه. الكلابتومانيا او السرقة القهرية دي معناها ان حد يسرق شيء غصب عنه، وغالبا الشيء ده بيكون مش مهم بالنسبة له او هو مش محتاجه، وده نوع من انواع الوسواس القهري. طيب بعد ما عرفنا ايه هي السرقة القهرية او الكلابتومانيا، يا ترى ايه اسبابها؟ ايه اللي بيخلي الشخص يوصل انه يسرق غصب عنه؟ شوف، هو مفيش عامل واحد أو سبب واحد أقدر أقول إن العامل ده أو السبب ده هو اللي بيؤدي إلى الكلابتومانيا أو السرقة القهرية، ولكن في شوية أسباب بتتفاعل مع بعضها، ممكن واحد أو أكتر أو كلهم. كل الأسباب دي مع بعض بتأدي إن شخص ممكن يكون عنده الاضطراب ده. وأول سبب العوامل الجينية. الشخص اللي باباه أو مامته حد فيهم كان بيعاني من الاضطراب ده، غالبا بيكون عنده استعداد كبير جدا ان هو برضه يكون عنده الاضطراب ده. مش شرط الاب والام، ممكن اي حد في العيله. وفي برضه اسباب بيولوجيه او فيسيولوجيه، يعني اسباب ليها علاقه بالجسم والاعضاء اللي في الجسم. يعني لو في حاجات في المخ بايظه او في الجهاز العصبي، ممكن تؤدي ان الشخص ده يكون عنده تصرف ادماني ايا كان هو ايه، بس بالتحديد احنا بنتكلم في الفيديو ده عن السرقه القهريه. من الحاجات اللي ممكن تكون بايظه في الجسم هو مستوى منخفض جدا من السيروتونين. ده ناقل عصبي او ممكن نقدر نسميه هرمون. الهرمون ده بقى بيؤدي الى انك تكون حاسس انك رايق او سعيد. فده لو عندك بشكل غير عادي منخفض جدا ما بيزيدش، فالمخ بيلجأ لأي فعل يؤدي إلى لذة أو سعادة لحظية. أي حاجة بتجيب دوبامين، هرمون تاني بيؤدي للسعادة برضو، بغض النظر بقى سواء التصرف ده هيضر بعد كده مش هيضر، لا، المخ عايزك سعيد. طيب ايه كمان في جسمنا ممكن يكون بايظ ويخلينا نسرق غصب عننا؟ جهاز في جسمنا اسمه الاوبيويد سيستم، وده جهاز مسؤول عن التعامل مع الألم والإلحاح. ده اللي هو بمثابة كده فرامل بيوقفك، يقول لك لا، الإلحاح ده مش هنعرف نعمله دلوقتي عشان غلط أو ما ينفعش. فالجهاز ده لو بايظ عند شخص معين، فبالتالي لما يظهر الإلحاح مفيش حاجة هتوقفه، فهيعمل التصرف الإدماني ده. وطبعا في عوامل بيئية زي العيلة اللي الطفل أو الشخص بيتولد فيها، أو الأسرة المحيطة أو الأصدقاء. طيب كده احنا عرفنا الأسباب. تعالى بقى أقول لك كده أو نلقي نظرة على مخ الشخص ساعة ما هو بيمد إيده وبيسرق أو بياخد الحاجة اللي هي مش بتاعته دي. بص يا سيدي، ساعة ما تكون الظروف مناسبة، يعني الشخص ده يبص حواليه ما يلاقيش حد باصص عليه ويلاقي فيه شيء قدامه، فبتظهر عنده رغبة شديدة جدا أو إلحاح إن هو يمد إيده وياخد الحاجة دي، طبعا لأي سبب بقى من الأسباب اللي احنا اتكلمنا عليها. أنا دلوقتي بكلمك على اللي بيحصل في مخه ساعتها. طب يا نادر، هو إيه اللي بيحصل بالتحديد في مخه خلى عنده الإلحاح ده يظهر؟ في منطقة في مخك لازم انت برضو وانتي تكوني عارفة هي في مخك بتعمل ايه بالظبط عشان حياتك تبقى احسن. المنطقة دي اسمها نيوكليوس اكامبنس. هقولها لك تاني لانها مهمة جدا، اسمها نيوكليوس اكامبنس. المنطقة دي هي اللي بتقول لك او بتقول لمخك خلي بالك الحاجة دي فيها لذة او فيها متعة. فلو الحاجة دي نورت فجأة انت بيظهر عندك إلحاح انك تعمل الشيء ده او تاخد الحاجة دي، بيكون متسجل فيها ان الفعل ده او الشيء ده بيؤدي الى متعة لحظية. ما هو انت لو مذاكر كويس الفيديوهات اللي في القناة هنا هتفتكر ساعة ما قلتلك في الفيديو بتاع الشتيمة وليه بنرتاح لما نشتم حد شتيمة وحشة، هتلاقيني قلتلك ان بالنسبة لمخك اي فعل خطير او ممنوع بالنسبة لمخك هو ممتع. ليه؟ لأن الفعل لو خطير أو ممنوع هيطلع لما تيجي تعمله هيطلع في جسمك هرمون الأدرينالين اللي هو بتاع الانتعاش أو النشوة، ومخك بيعشق الحالة دي.
عشان كده دايما بيقولك الممنوع دايما مرغوب. امنع حاجة هتلاقي الناس كلها حباها وعايزة تعملها. فكون السرقة دي حاجة ممنوعة، كلنا عارفين ان ما ينفعش نسرق، حاجة ممنوعة اجتماعيا وخطيرة لان ممكن حد يعاقبك او يتقبض عليك. فده اللي بيخلي النيوكليس اكامبنس تنور وتقول لمخك الفعل ده خلي بالك هيطلع دوبامين جامد لانه فعل ممنوع وخطير. ساعتها الشخص بيحس بنشوة كبيرة جدا وبيحس بدوبامين، إحساس لذة لحظي يعني للحظات. بعدها طبعا بعد النشوة دي ما بتروح بيرجع بقى يحس بندم وإحساس من الذنب. ودلوقتي احنا جينا للنقطة الخطيرة جدا واللي قبل ما أكلمك عليها عايز أفكرك إنك لو شايف الفيديو ده لحد دلوقتي مفيد وإنت حابب إنه ينتشر أكتر في اليوتيوب، فممكن تعمل لايك عشان اليوتيوب يعرف إنه الفيديو عجبك أو هو مفيد، ماشي؟ ولو مش عاجبك طبعا ممكن تعمل ديسلايك عادي، وشكرا في الحالتين. تعالى دلوقتي نكمل. عايز أفهمك حاجة خطيرة جدا بقى. الحاجة دي هي إن النيوكليس أكامبنس أو الإلحاح الشديد، أي إلحاح شديد سواء إنك تاكل أو إلحاح إنك تخش الحمام أو إنك تعمل فعل معين، كل ما الإلحاح ده زاد عندك كل ما أنت بقيت مش بتفكر، يعني كأنك معمي ما بتفكرش إلا في الفعل ده. وده مش علشان أنت شخص وحش، لأ، ده عشان أنت حرفيا ما تقدرش تفكر بشكل منطقي. ليه؟ لأن منطقة النيوكليس أكامبنس المنطقة دي أصلا في الجزء اللي في مخك الغير واعي. يعني إيه غير واعي؟ يعني هو بيشتغل لوحده مش بتعليمات منك. هو شاف إن الحاجة دي ممتعة، هتلاقي نفسك عندك إلحاح إنك تعملها. ودي طالما اشتغلت النيوكليس أكامبنس، طالما اشتغلت أو أي إلحاح مهما كان هو إيه، ده بيغطي على المناطق اللي في مخك اللي هي prefrontal cortex اللي مسؤولة على التفكير النقدي أو التفكير المنطقي أو الانتباه أو الوعي. فبالتالي أنت عمرك ما تقدر تقول اوكي، انا دلوقتي حاسس بإلحاح شديد جدا اني امد ايدي واخد الحاجة دي او اسرقها، بس انا بقرر اني ما اعملش الفعل ده علشان غلط. وده ياخدنا بقى للنقطة الأولى أو الخطوة الأولى في العلاج. إزاي نعالج السرقة القهرية أو الكليبتومانيا؟ أول حاجة لازم 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 نبطل نحس بندم بعد ما نسرق أو بعد ما نعمل الفعل الإدماني أيا كان هو إيه. اللي أنا هقوله ده هيفيدك إنك تتخلص من أي عادة إدمانية. فركز كويس جدا. معلش أنا طولت في الفيديو ده أنا عارف، بس أنا بجد هدفي إن أي حد بيعمل حاجة غصب عنه وحشة وعارف إنها بتضره يقدر إن هو يبطلها. ما تحسش إنك مكسوف من نفسك أو عندك إحساس بالذنب إنك شخص وحش. وهنا أنا مش بقولك الكلام ده عشان أواسيك، لأ، أنا زي ما وريتك دلوقتي أنت المناطق اللي في مخك المسؤولة عن الإدراك والانتباه ما كانتش شغالة. لو كانت شغالة أنت ما كنتش هتعمل التصرف ده. وده اللي هيودينا للنقطة التانية، وهي إزاي إحنا نزود وعينا أو انتباهنا. يعني تعالى نعمل أنا وأنت تجربة دلوقتي مع بعض. تقدر تقعد حضرتك دلوقتي 20 ثانية فقط، 20 ثانية من غير ما تفكر في حاجة؟ جرب. 1 2 3. أكيد في فكرة جت في دماغك دلوقتي، صح؟ دماغك بتشتغل لوحدها. ولو أنت مش شايف إن دي كارثة أو أنت مش شايفة إن دي مشكلة كبيرة، يبقى دي مصيبة أكبر. لأن تخيل وأنا بكلمك دلوقتي، تخيل وأنا بكلمك فلقيتني بعمل كده، واخد بالك بقى وبشرح لك بقى الكليبتومانيا وبتاع، ولقيت ايدي عماله شغاله تعمل كده لوحدها. ايه بقول لك في ايه؟ مالك؟ ما تركز في اللي انا بقوله، في حاجه غلط ولا ايه؟ هتسيب لي تعليق اكيد تحت في الكومنتس، هتقول لي نادر مال ايدك؟ ما انت المفروض تشوف دكتور لان ايدك بتتحرك لوحدها. طب وهو لما عقل الانسان يتحرك لوحده ويكون بيفكر طول الوقت لوحده، مش دي تبقى مشكله؟ للاسف بالنسبه لمعظم الناس من أول ما عينه بتفتح أول حاجة بيعملها بتكون غصب عنه، صح؟ اللي هو إيه؟ تخيل معايا، تمسك الموبايل، صح؟ تفر فيه. أنت اخترت إنك تعمل الفعل ده. طب يا نادر إيه علاقة ده بالموضوع؟ إحنا كنا بنتكلم عن السرقة. أرد عليك وأقول لك إنك طالما أنت شغال على الوضع ده اللي أنا لسه شرحهولك، إن أنت تكون دايماً بتفكر في حاجة تانية، في أي لحظة بتكون مش هنا، دماغك شغالة في حتة تانية، على طول عايز تهرب من اللحظة دي، مخك دايما يا إما في الماضي يا إما في المستقبل، أنت مش هتشوف سعادة.
وعمرك ما هتبطل اي فعل ادماني مهما حاولت. عشان كده ده الاساس، عشان كده ده اللي انا دايما بتكلم فيه. فانا عاوزك تعمل ايه؟ كل فعل انت كنت متعود انك تعمله غصب عنك، او بلاش غصب عنك، تعمله بشكل تلقائي، يعني بتعمله وانت متعود مش بتفكر فيه. يعني بتغسل سنانك الصبح وتفكر في حاجة تانية، بتتحرك من أوضة لأوضة وانت بتفكر في حاجة تانية، بتشيل حاجة من على الأرض، بتصور فيديو، بتذاكر، بتبص في حاجة، بتعمل حاجة، بتكلم حد. الحاجات اليومية دي بتفتح الباب، بتقفل الباب، طالع على السلم، نازل من على السلم، الحاجات دي انت بتعملها بشكل تلقائي صح؟ يعني بشكل لا واعي، انت بتكون بتفكر في حاجة تانية اكيد، مش كده؟ ايه رأيك بقى نغير ده؟ تعال نجرب الموضوع ده دلوقتي. جرب وانت بتسمعني دلوقتي حالا، انت بقالك فترة دلوقتي بتتنفس وانت مش واعي صح؟ انت كنت بتتنفس وانت مش واخد بالك انك بتتنفس. تعالى كده تدي شوية انتباه لنفسك وانت بتسمعني. جرب يعني مثلا تاخد نفس مثلا في 4 ثواني، تقول ماشي انا وانا بسمعك يا نادر اهو هاخد نفسي 1 2 وهكذا لحد 4، وانت شغال بتسمعني خرج النفس في 4 ثواني برضو، 1 2 3 4. فدايرة انتباهك او وعيك وسعناها شوية، خليناها ايه؟ تشمل النفس. فبقيت انت عارف انا بقول ايه، انت سامعني كويس صح؟ واعي لكلامي وواعي لنفسك. طب جرب كده ادي انتباهك لايدك اليمين معاهم. يعني انا دلوقتي مركز في نفسي ومركز في ايدي اليمين في نفس الوقت. هي ممكن تكون صعبة جدا، عشان كده غمض عينيك عشان تبقى اسهل بالنسبة لك. وجه انتباهك لايدك اليمين من غير ما تحركها، وقولي حاسس بايه؟ حاسس انك مركز اكتر صح؟ الطريقة دي على فكرة خطيرة جدا ومهمة جدا، حتى لو بتذاكر او محتاج تركيز. وجه انتباهك لأي جزء من أجزاء جسمك وشوف تركيزك عامل ازاي. لما تبدأ تدي انتباهك لأي حاجة موجودة في اللحظة دي حاليا، نفسك، جزء من أجزاء جسمك، وانت طالع على السلم ركز، وانت طالع على السلم في كل خطوة، وانت نازل نفس الحكاية. فساعة ما هتيجي اللحظة اللي هيكون في جواك إلحاح انك تعمل الفعل ده، هتبقى واعي ساعتها لأنك برمجت عقلك على كده. فهتشوف الانتباه، هتشوف الإلحاح اللي جواك او الرغبة اللي جواك، هتشوفها وهي بتطلع جواك. فمش هتكون بنفس الحدة او مش هتكون بنفس القوة او مش هتكون مسيطرة عليك. هيبقى عندك الوعي انك تشوفها كأنها حاجة بعيدة عنك وتختار انك ما تعملش الفعل ده. انا اتمنى بجد لو انت عندك المشكلة دي او الاضطراب ده، او اي حد بتحبه او اي حد تعرفه تقدر تساعده بالموضوع ده. واتمنى برضو يكون الكلام ده فادك باي شكل من الاشكال، ولو شايفه مفيد فنفكرك انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان توصلك الفيديوهات اللي جاية. انا نادر رجب، واشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام.